ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا، الذي سنتناول فيه اليوم عن الإدمان، سببه وعلاجه، أعاذنا الله وإياكم منه، آمين. مشاهدي الأكارم، في هذه الحلقة أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي والداعية المعروف، وأتمنى تواصلكم في هذه الأكارم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الرقم الذي يظهر أمامكم على الشاشة 00447947831417. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حلقة ماتعة مانعة. مشاهدي الأكارم، لا يخفى على شريف علمكم أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبعثه بكل ما ينفع البشرية، فأحل لنا الحلال الطيب الذي ينفعنا وينفع أجسادنا، وحرم علينا الخبائث، كما قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية الجامعة أو جزء آية جامعة مانعة في كل ما نستفيد منه من طعام قد أحله الله تبارك وتعالى، وفي كل ما يدخل في أجسادنا من ضرر. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. واليوم ابتليت البشرية عامة والأمة الإسلامية خاصة ببعض المخدرات التي فشت في المجتمعات، فأكلت الأخضر واليابس ودمرت الأسر ودمرت الشباب لأسباب كثيرة. وشعبنا الإريتري جزء من هذا العالم، يتأثر بما يتأثر به سواء كان في داخل إريتريا أو في خارجها. لذلك لزم علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع، على الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه، على الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا آذانا صاغية وقلوب مقبلة تقبل الكلمة وتعمل بها في سبيل الحق. أجدد الترحيب باسمكم مشاهدي الأكارم بالدكتور حسن سلمان، وأدخل مباشرة في الموضوع. أهلا وسهلا سعادة الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين، أهلا بك. نسمع دكتورنا الغالي عن الإدمان وضرره وانتشاره بين المجتمعات، ونسمع كثيرا آثاره السلبية وما يحصل للأسر وللأفراد، وكذلك نسمع اجتهاد الدول في محاربته، كما ثمة أن هناك دول أيضا تزرعه وتبيعه مع الأسف، بل تصدره لبعض الدول عياذا بالله. نريد لمحة سريعة عن معنى الإدمان وما هي أنواعه، لمحة سريعة عن معنى الإدمان حتى يكون المشاهد معنا حاضر بذهنه وقلبه ويتفهم معنى الإدمان على حقيقته وصورته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يعيننا ويوفقنا لتقديم مادة تفيد المستمع والمشاهد في دينه ودنياه. موضوع الإدمان كما تفضلت هو من المواضيع التي تشغل بال الكثير من الشعوب والكثير من الأمم، وتنشغل بها الحكومات والمؤسسات الرسمية والمؤسسات الشعبية، وذلك لأن الإدمان هو يعني حالة مدمرة عموما للإنسان، ومدمرة لعقله، مدمرة لطاقاته، مدمرة لمشاعره وأحاسيسه وإلى غير ذلك. فموضوع الإدمان إذا أردنا أن نعرفه بشكل بسيط هو عدم قدرة الإنسان أو عجزه عن الامتناع عن بعض القضايا المادية، أو كذلك الامتناع وعدم القدرة عن الامتناع والتحكم في بعض السلوكيات أيضا التي يقوم بها الإنسان. فباختصار شديد عدم قدرة الإنسان في التحكم في سلوكه أو اندفاعه وعدم قدرته في الامتناع عن مواد بعينها، فإن ذلك يدرج ضمن الإدمان. وبالتالي هنا أنت أمام حالة من القهر التي تصيب الإنسان وتخرج به عن دائرة التحكم في تصرفاته إلى اللحظة التي يكون فيها الإنسان متحكم في تصرفاته وقادر أن يقول لا ونعم، لم يبلغ بعد مرتبة الإدمان. يعني مثلا شخص مثلا يعني يتعلق بشيء معين من المشروبات، فإن كان قادرا أنه والله يمتنع عنها ويتوقف عنها ويتركها لفترة من الزمن دون أي مشكلة، فإن ذلك لا يكون مدمنا. لكن إذا كان والله لا يستطيع، واللحظة التي لا يجدها تتغير تصرفاته، تتغير نفسيته، ربما يتصرف تصرفات خارج عن إرادته، قد يضرب، قد يشتم، قد يسيء، قد يغضب، بل ربما يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فباختصار شديد فقدان الإنسان لحالة الضبط والسيطرة لسلوكه وتصرفه وعدم قدرته عن الامتناع في جوانب مادية بعينها، فإن ذلك يعتبر إدمانا. من حيث الأنواع، يعني التعريف نفسه يكاد يشتمل على نوعين حتى لا نشتت المتابع. الإدمان يمكن أن نقسمه بكل أنواعه إلى نوعين أساسيين: هنالك الإدمان المادي، وهنالك الإدمان السلوكي. الإدمان المادي له علاقة بأشياء مادية، أشياء مادية مثل المخدرات، مثل الكحول، مثل التبغ، يعني في أشياء مادية يتعود عليها الإنسان وهي أشياء مادية، إما أن يأخذها كحبوب، إما أن يستنشقها كاستنشاق، إما أن يأخذها في شكل حقن إلى غير ذلك. فهي أشياء مادية تدخل على جسده، إما مشروب من المشروبات. فهذا يسمى الإدمان المادي، بمعنى شخص أدمن حالة مادية معينة، أدمن حالة بما فيها حتى ممكن الإنسان قد يدمن بعض القضايا التي يتصور أنها هي حلال. نحن الآن هنا حتى الحلال يمكن أن يدمنه الإنسان لدرجة أنه ما يستطيع أن ينفك عنه. فدي عموما موضوع الإدمان المادي. الإدمان السلوكي هو حالة تصرفات في الإنسان لا يستطيع كذلك أيضا أن يتحكم في سلوكه من خلال هذا الجانب. مثلا مما يدخل في الإدمان السلوكي، عندك مثلا الآن ما يسمى بإدمان وسائط التواصل الاجتماعي. يعني بعض الناس يدمن مثلا الفيسبوك، يدمن التويتر، يدمن المواقع الإباحية في عالم الإنترنت، يدمن مثلا ما يعرف الآن أو ما يعرف بشكل عام قضايا العادة السرية، يدمن مثلا النظر إلى المحرمات من خلال الوسائط إلى غير ذلك. فهذه تسمى الإدمان السلوكي، الإدمان السلوكي. فأنت عموما في حالة الإدمان إذا كان يعني هنالك مستوى من المستويات يدرج ضمن العادات، وهنالك مستوى من المستويات يدرج ضمن الإدمان. كثير من الناس الآن مثلا عندهم شبه تشكلت حالة توصف بأنها عادة ضمن التلفونات مثلا، والله باستمرار هو يريد أن يتابع التلفون، لكن قد تتحول نفس هذه الحالة، العادة هذه، إلى إدمان إذا كان والله الشخص مثلا لمدة دقيقتين فقد التلفون، تتغير تصرفاته ويتغير سلوكه وتتغير علاقته مع أبنائه وتتغير علاقته مع أسرته، وبالتالي هذا السلوك يعتبر أيضا سلوكا إدمانيا. فباختصار هذه هي موضوع عليه. فإذا كان خرج الإنسان من دائرة السيطرة والتحكم وحرية الإرادة إلى دائرة فقدان ذلك وتحولت الحالة إلى حالة قهرية، فهو دخل في الإدمان. جميل. هو دخل في الإدمان. نعم. بارك الله فيكم على هذا البيان. طيب شيخنا، لو تكلمنا عن
يعني أسباب الإدمان. ما الذي يجعل الإنسان يدمن على يعني كما تفضلتم أمور مادية يتناولها بالطرق الثلاثة، أو أنه يدمن سلوكا معينا؟ برأيكم ما هي الأسباب؟ نعم، على كل الأسباب العديدة، لكن دعني أقول بأن أول شيء لا بد أن ننبه المشاهد بأن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل رسله وأنزل كتبه أكد لنا مسألة مهمة جدا، وهو أن الله الذي خلق الخلق هو أعرف بمصالحهم وأعرف بطرائق تفكيرهم. نحن سنأتي عليها حكمه الشرعي. نعم، حكمه الشرعي سنتناوله، ولكن بعد ما نعرف الأسباب. نعم. إذا أردت نقدم الحكم الشرعي؟ لا ما في إشكال، بس أدخل من خلال هذا المدخل إلى موضوع الأسباب. فهذا الإنسان مثلا مركب من حالة جسدية وحالة روحية وحالة وجدانية وحالة نفسية. هذا التركيب الله سبحانه وتعالى أعطى وصفة معينة لطريقة التعامل السوي لهذا الإنسان. فعندما يخرج الإنسان عن الروشتة الإلهية أو عن ما وصف الله سبحانه وتعالى للإنسان ليكون في حياته سعيدا وبعيدا عن الشقاء، فإنه والعياذ بالله ينحرف عن مسار بوصلة القرآن الكريم وبوصلة السنة النبوية في مسار ما ينبغي أن يفعله إلى مسار آخر. فإذا خرج المسار الآخر هذا الذي نتكلم عنه، فإنه يختل ميزان التركيبة السوية للإنسان، فيدخل في حالة الاختلال. هذا الاختلال واحدة منه قضية الإدمان عموما، يعني قضية الإدمان هي حالة اختلال في التركيبة العقلية والنفسية للإنسان. موضوع الأسباب لعل من أكثر الأسباب اللي الواحد ممكن يشير إليها، وهي تكاد تكون في كل التقارير مشاهدة، وهو أن الإنسان كلما كان جاهلا بطبيعة الأضرار التي تحصل له من خلال هذا الإدمان، فإن الجهل بالعواقب والجهل بالنتائج والجهل بالكوارث التي تجلبها حالة الإدمان، فإن ذلك واحد من الدوافع الأساسية يجب أن ينتبه إليها. يعني الإنسان يعني ستلاحظ بأنه كلما عرف المخاطر وعرف الأضرار وعلم بذلك، فإنه يكون منضبطا ويكون سويا ولا يذهب إلى خانة. النقطة الثانية وهي مرتبطة أيضا بالأولى، وهو ضعف الوازع الديني في الإنسان. يعني جزء كبير ما نتكلم عنه في حالة الإدمان ستلاحظ بأن الإنسان عندما يتخلى عن فكرة الحلال والحرام ويبقى الإنسان تابعا لشهواته وتابعا لشبهاته، فإنه يدخل أيضا في هذا الجانب. فعندنا موضوع الجهل بالأمر نفسه والجهل بنتائجه وعواقبه، ثم الجهل بالدين وضعف الوازع الديني الذي يمنع الإنسان، يمنعه عن هواه، يمنعه عن شهواته، يضبط هذه المسائل. هذه أيضا من العوامل الأساسية التي تؤدي عموما إلى الإدمان. من العوامل أيضا والأسباب التي تؤدي إلى الإدمان ظواهر التفكك الأسري، غالبا ما تؤدي كذلك إلى يعني غياب الحالة الأسرية المتماسكة، تؤدي عموما إلى إشكالات أيضا قضايا الإدمان. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى موضوع الإدمان الأصدقاء السوء، يعني أصدقاء السوء أيضا يعني غالبا ما يدخلون. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى موضوع الإدمان البطالة ووجود الفراغ. فكلما كان الإنسان فارغا وكلما كان ما عنده عمل، ليس هنالك ما يشغله لا من ذكر الله تبارك وتعالى وحبه والتوجه إليه في العبادات والصلوات وكذا الجوانب الإيمانية، ولا حتى في قضاياه الدنيوية. فالإنسان مثلا هنالك بعض الناس مشغولين بدنياهم، فالذين انشغلوا بدنياهم أيضا هؤلاء مأجورين إن شاء الله إذا كان قصدوا بها أن يعفوا أنفسهم وأن يعولوا أسرهم. فالبطالة عموما أيضا والفراغ وعدم وجود ما يملأ فراغ الإنسان، فإن هنالك ما يجعل الإنسان كذلك ينحرف إلى هذا. أيضا من الأسباب عموما التي أيضا تذكر في موضوع الإدمان أحيانا الترف. بعض الناس تجد أنه والله ما شاء الله شاب في مقتبل العمر والأسرة ما شاء الله أوتيت مالا، فليس عنده مشكلة اجتماعية لكن عنده مشكلة ترف، ويدخل من بوابة الترف عموما أو بوابة الوفرة المالية كذلك إلى هذا الجانب. فعلى كل إن الأسباب كثيرة جدا، ولكن هذه يمكن أهم الأسباب التي يمكن أن يشار إليها في موضوع الإدمان. طيب، حكمه الشرعي شيخ حسن. نعم، يعني نحب أن نتطرق إلى الحكم الشرعي لسببين: أولا تعليم الجاهل، ثانيا تذكير الغافل. نعم. فحكم مثل هذه العادات والسلوكيات والأشياء المادية، ولو تطرقنا مثلا عليها أيضا بأسمائها كالبنتاغون والهيروين أعاذنا الله وإياكم منه، وكذلك أيضا هل يدخل في ذلك القات والحشيش وما إلى ذلك، لم نطرق عليها في أثناء شرحنا
وعرضنا في الحكم الشرعي حتى تكون الصورة واضحة لدى المشاهد، فإن الذكر تنفع المؤمنين، فما حكم ذلك شرعا؟ عموما حالة الإدمان بتعريفها الواسع، إما أنها تدخل الإنسان في دوائر المكروه بكثرة المباحات والانشغال بها عما هو واجب وعما هو أفضل، فهذا جانب. وهنالك الإدمان الذي يدخل في دائرة المحرم قطعا. يعني أنا في التعريف ربما ذكرت أشياء واسعة، فهنالك بعض الناس يدمن شيئا في أصله مباح ولكنه يخرج من دائرة المباح إلى دائرة المكروه أو دائرة الحرام بأن يصرف الإنسان عما هو أولى. جميل. فمثلا بعض الناس يدمن القمار ويجلس في القمار وفي القهوة مثلا إلى درجة أنه يضيع الصلوات، مع أن القمار حرام. بعضهم مثلا يدمن شيئا مباحا، يدمن مثلا الجلوس في القهوة للونسة، ولكنه لا يبالي بالصلوات ولا يبالي مثلا بالواجبات. فلا يكون التحريم فقط في جلسته ومؤانسته مع الناس، ولكن فيما أدت إليه من نتائج. ولكن هناك ما هو فعلا محرم في ذاته، كالكحول والحشيش والمخدرات بكل أنواعها. هذه ما في كلام أنها من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك في علة تحريمها أنها تنهي أهم جوهر في هذا الإنسان وهو العقل. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا الدين 5 مقاصد، واحدة منها مقصد العقل أو حماية العقل. وحماية العقل الشريعة المقاصد ال5، الدين والعقل والنفس والمال، هذه ال5 جاءت الشريعة في أحكامها بأمرين: جاءت بما يحميها من حيث الوجود وبما يحرسها من حيث العدم. الأدلة. نعم، مثلا الله سبحانه وتعالى أقام هذا التكليف على أن الإنسان يكون عقله سوي، فالذي يدخل في دائرة الغيبوبة العقلية أو في دائرة السفه أو في دائرة العته أو في دائرة الجنون رفع عنه التكليف. فمن تسبب في إنهاء هذا الموضوع بنفسه فإنه قد جنى جريمة كبيرة جدا على نفسه. والله عز وجل يقول مثلا: ولا تقتلوا أنفسكم. ومما يدخل في تعطيل العقل هذا النوع من المخدرات، فالإنسان أتى بنفسه لتعطيل هذه الجوهرة العظيمة جدا في هذا الإنسان. جميل. إذن الدليل ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. إن الله كان بكم رحيما. نعم. هل هناك أدلة أخرى أيضا؟ نعم، الأدلة الأخرى مثلا تحريم الأشياء بعينها، مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه كلها تدخل مثلا في قضية أحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فستلاحظ بأن كل هذه القضايا التي نتكلم عنها إما أنها من باب الخمور وإما طيب أنها من شيخ باب حسن، لو قلنا أن بعض الناس يقول أنا ربما هو يتناولها ولكن ولا يدمن عليها، ربما يتناولها ولا يدمن عليها، فهل هذا يحل له أن يتناولها ما دام لا يدمن عليها؟ أحسنت. هنالك طبعا بعض المحرمات أصلا في كل، يعني المحرم من حيث هو محرم سواء كان قليله أو كثيره في البداية أو في النهاية هو محرم. والشريعة هنا طبعا تتعامل معك بمنطق سد الذريعة، وهو أنك والله إذا أصلا أنت أخذت الجرعة الأولى فالشارع يقول لك ستأخذ الثانية والثالثة والرابعة، وبالتالي الشريعة تجعل من الوقاية في أبواب المحرمات قبل الوصول إليه. يعني ما ممكن يقول ففي الشريعة مثلا هنالك نوعين من الحدود، نوع يقول لك والله لا تعتدوه بمعنى تقف على الحد، ونوع آخر يقول لك لا تقربوه. فهنالك قضايا لا يجب الاقتراب منها مطلقا، وهنالك قضايا تقف عند الحد ولكنك لا تتجاوزه. هذه حدود الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن في هذه القضايا تحديدا الله سبحانه وتعالى يعني عبر بقول فاجتنبوه. اجتنبوا معنى من البداية أصلا لا تقترب ولا تكن بجواري ولا تجلس في المجلس الذي يكون فيه هذا الموضوع. وبالتالي التحريم سواء في قليله أو كثيره، سواء في وصلت أنت مرحلة الإدمان أو لم تصل مرحلة الإدمان، الشريعة تتعامل مع هذه المحرمات بالمطلق بأنه لا يجوز الاقتراب منها جملة وتفصيلا. حتى طبعا يتأكد التحريم في نعم. بعض الماديات التي يدمن بها الإنسان من تناوله لأول وهلة. نعم. من تناوله لأول مرة يدمن، فهذا من باب الأولى أنها تحرم. نعم. لكن الشريعة عموما في هذا الباب، باب الإدمان، ستلاحظ بأن إن شاء الله إذا جينا في موضوع العلاج أهم قضية هو الوقاية. يعني أنت أفضل طريقة لأنك تجتنب الإدمان هو أنك لا تقترب ابتداء من هذا. طيب وعلى كل حال شيخنا، أين يصل تحريمه؟ هل هو في درجة المكروهات أو في درجة الكبائر أو في درجة الصغائر؟ يعني لا، ونحن هنا نتكلم بالذات في موضوع إذا أردنا أن نخصص الإدمان اللي هو المادي
فيما يتعلق بالمخدرات بأشكالها المختلفة هي في دائرة المحرمات، يعني ليست في دائرة المكروهات. يعني مسألة الهيروين، مسألة الحشيش، مسألة الخمور بأشكالها المختلفة وإدمان هذا الموضوع، هذا لا يدخل في دائرة المكروهات، إنما يدخل في دائرة محرمات الكبائر التي هي جزء من الكبائر، وبالتالي التساهل فيها في الحقيقة خطر جدا وحذرت منه الشريعة الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم على هذا البيان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والتقوى والاستفادة من هذه المواعظ. طيب شيخنا الكريم، يعني سنتناول يعني ربما نتجاوز بعض النقاط حتى لا يدركنا الوقت. فيما يتعلق طبعا الإدمان تشتكي منه أسر كثيرة كما أشرتم في كلمتكم وعرضكم السابق. الإدمان قد يقع على الأسرة، على رب الأسرة بنوعيه الأب أو الأم، أو على الأبناء، فيحصل بذلك دمار للأسرة، أو يعني في حرج شديد إذا كان قد ابتلي منهم من ابتلي بهذه البلاء العظيم. فبالتالي أهم ما نحتاجه اليوم هنا في هذه الحلقة كيف نعالج المدمن، وكيف نقوم فعلا بالوقاية الأكيدة للأسرة حتى لا تقع، خصوصا في البلدان المفتوحة ومناطق التي فعلا يسهل تناول مثل هذه القاذورات السيئة. كيف نحافظ على بناتنا وأولادنا، بل وعلى زوجاتنا والأزواج أيضا، والزوجات كيف يحافظن على أزواجهن. هذا الموضوع أعتقد هو لب هذه الحلقة. فمن ابتلي بهذا الإدمان كيف نعالجه، وحتى لا نقع في الإدمان كيف يتم الوقاية؟ أحسنت. أول كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأهم ما تحتاجه الأسر بشكل عام الثقافة التي تتعلق أصلا بهذا النوع من المشكلات، الثقافة التي تتعلق بهذا النوع من المشكلات. وطبعا هذا يتطلب أن تكون هنالك ثقافة أسرية منذ البداية، وهذه يا ريت الناس تصل إلى مستوى أنه والله تكون هنالك دورات متعلقة بالتوعية عموما في قضايا المخدرات والإدمان والأعراض التي يعرف بها المدمن، العلامات الدالة على المدمن، كيف أنت تستطيع أن تراقب ابنك مثلا وهل هو والله فعلا داخل في هذا الجانب أو لم يدخل. هنالك الآن ما شاء الله الدراسات النفسية والإحصاءات العلمية عموما يعني تضخ لنا دراسات ضخمة جدا في هذا الاتجاه، وبالتالي نحتاج إلى أن الأسر ابتداء ولو في حدها الأدنى تكون عندها ثقافة فيما يتعلق بهذا الجانب حتى تستطيع أن تعالج. لأن هنا خلاص أنت مجرد ما دخلت في مرحلة الإدمان أو دخل ابنك في مرحلة الإدمان أنت تتعامل مع مريض، وبالتالي لا يصلح فيها الضرب ولا يصلح فيها الصياح ولا يصلح فيها لا، تحتاج أنك أنت تتعامل كطبيب مع شخص مع شخص مريض. وهذا النوع من المرض ليس مرضا عضويا بحتا، أقرب إلى الأمراض النفسية المعقدة. أنت ما تتعامل فقط مع شخص والله مجروح وتريد أن تربط الياء، لا، هو دخل في حالة عقلية، حالة نفسية، حالة مادية. فإذا حالة الإدمان هي حالة مركبة، وبالتالي طريقة التعامل نفسها أيضا تحتاج إلى فهم. فبالتالي النقطة الأولى عموما اللي نحن نحاول إن شاء الله أن ننبه إليها الثقافة الأسرية فيما يتعلق بهذا الملف. الأمر الثاني، وهذا يمكن يكاد يكون المدخل وهو سابق لما قبله، والله منذ البداية تربية البيت الإيماني داخل المجتمعات. والله منذ البداية الأب والأم إذا التقوا على الإيمان بالله والتقوا على الإسلام والتقوا على الأحكام الشرعية وتواثقوا على أنه والله يريدون بناء أسرة مسلمة، هذه الأسرة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن ذلك من أول ما يساعد الناس في أن والله يحموا أنفسهم، لأنه سيرعون هذا الطفل ويرعون هذا الصبي حتى يصل إن شاء الله إلى المستوى الذي يحرس فيه بعد ذلك نفسه. فمسألة تكوين الأسرة المسلمة على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاختيار نفسه بين الطرفين يكون فعلا فيه هذا الجانب. لأنه أحيانا بعض الناس والعياذ بالله تجد أنه والله يتساهل في أنه هو نفسه متقبل شخص مثلا مدمن، مثلا مدمن سجاير، مدمن تبغ، مدمن قات، مدمن حشيش مثلا، ويرى أنه مش مشكلة. فلما تأتي أنت والله وأنت بهذا الشكل ووضعك بهذا الشكل ثم تنجب طفل ثم تريد لهذا الطفل أن تقول له والله لا تفعل، وهذه إشكالية كبيرة جدا. وللأسف الشديد بعض الآباء تجده مثلا مبتلى بالسجاير،
فإذا وجد ابنه ممسك بسجارة يقيم الدنيا ولا يوقدها. فيجد هنا الابن في تناقض. حتى بعض المربين يرجع المدرسة يقول والله يا أخي أبي وماسك السجارة ويسجر ويقول لي لا تسجر، وهو يسف التنباك اللي هو معروف في السودان وإريتريا، يقول لك يا أخي هو يسف التنباك ويقول لي أنا والله لا تسف التنباك، وستتطور الأمور. فهذا النوع من النموذج الفاسد للأسف الشديد في الأسرة، وفي نفس الوقت يريد نموذج صالح. يعني هو في نفسه نموذج غير صالح ويريد نموذجا صالحا. فأنا أقول هنا طيب ما هو توجهك لمثل هذا الأب في الحقيقة الذي جمع بين الخير والشر؟ نعم، يعني كونه هو يعني يمنع ابنه هذا خير جيد، نعم صح، وكونه هو نعم يتعاطى أحسن. هنا هل من توجيه؟ هل ممكن الأب نعم هل ممكن الأب يعني يتناول هذه الأمور قاذورات يعني خفية عن أبنائه فيشبع غريزته، يعني مثلا ليست غريزة ولكن يشبع رغبته، نعم. ثم يعود إلى بيته وهو بعيدا عن هذه الأمور؟ هل هذا ممكن إذا عجز؟ طبعا الأولى هو تركه. صح. شيخ حسن، فاصل إن شاء الله سنعود بإذن الله. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. نحن النساء أنا وأنت نحتاج نفهم نفسنا ببساطة وسهولة، نحتاج نعبر عن اللي في نفسنا بوضوح. نحن النساء أنا وأنت مختلفات، وهذا اللي يخلينا مميزات وجميلات وقويات. أنا وأنت في كل لقاء رح نتكلم عن الأشياء اللي تهمنا وتشغلنا ونحب نتعلمها ونفهمها ونتعرف عليها. رح نحاول أنا وأنت نرسم طريق السعادة والطمأنينة بعلم وفهم. انتظروني قريبا على قناة سلام الفضائية معي أنا خديجة برهان. لقة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد. إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات هي شعائر الأمم التي يتميزون بها. ترقبوني في برنامج في شرف العربية على قناة سلام الفضائية. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. قدماي حديث مرحم إمانا أبو حفصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخني الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمزي إلهم كزاربو سميعي إلهم نايزوخو نسرح كاللي بلكعي نيا إيو نيا مالت حساب دليت كون علباوي من قال مالتيو
ሰብ ዝሓሰቦ ክገብሮ ኢሉ ዝነቐለሉ ጉዳይ ይረክብ ምእንቲ ኣላህን ልኡኽን ክፍጽም ኢሉ ዝተሰደ ወይ ዝተበገሰ ስደቱ ንኣላህን ንልኡኹን ይኸውን ዓስቡ ድማ ይረክብ እቲ ዝተሰደደሉ ወይ ዝተበገሰሉ ምኽንያት ንዓለማዊ ጥቕሚ ወይ ከዓ ንምውሳብ ምስ ሰበይቲ እንተኾይኑ ስደቱ ነቲ ዝተበገሰሉ ነገር ጥራይ ይኸውን جنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب مشاهدينا الكرام السلام عليكم. عدنا والعود أحمد. دكتور حسن سلمان، يعني إحنا من نعم الله تبارك وتعالى على المجتمعات الإسلامية عامة والشعب الإريتري خاصة أن الإدمان منبوذ اجتماعيا، وأن الأسر تنبذ المدمن سواء كان رجل أو امرأة، وإذا قيل هذا مدمن النفوس تنفر منه، وإذا قيل أن هذه مدمنة وتتعاطى المخدرات والعياذ بالله النفوس تنفر منها. ونجد أيضا أن الأسر نفسها يعني تجعل هذه الأمور سرية. إذا وقع رب الأسرة أو مثلا الزوجة والعياذ بالله أو الأبناء، تجد أن الأسرة تكتم الخبر عن الناس أن ابنهم ما أو زيد ما متعاطي مخدرات، وبالتالي يعالجون قضيته سرا. نعم، أريد تعليقكم حول هذا، وهل هي نعمة من الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر، بعد أن نقرأ رسالة من الفيسبوك لأحد الإخوة رمز لاسمه أبرز المعجبين، يقول: هل السجائر والشيشة يدخلان في الإدمان من باب كثرة استخدامها أم من باب الحرمة نفسها؟ اسمه والدعالي بس اسمه غير واضح هنا. والدعالي على كل حال نشكر هذا الذي أرسل هذه الرسالة ويسمع الجواب إن شاء الله من الشيخ. أعيد السؤال؟ نعم. أعيد السؤال. هل السجائر والشيشة يدخلان في الإدمان؟ وضحت. نعم. موضوع السجائر وبقية عموما الحشيش أو الشيشة اللي يسموها هذه الشيشة، هو من حيث أنه فيها وجود مادة معينة تؤدي إلى أن الشخص يتحول في نهاية المطاف إلى الإدمان. نعم. صحيح من سجارة الأولى والثانية قد لا يكون إنسان مدمنا، وممكن أحيانا والله يأخذ سجارة في الصباح قد لا يكون مدمن، لكن بعد فترة ستلاحظ أنه يتحول إلى شخص سجارة ورا سجارة. وهذه ملاحظة يعني من خلال التجربة. وبالتالي نحن نقول بغض النظر عن موضوع الحكم، ونحن ذكرنا أنه الجمهور الآن وغالبية المجامع الفقهية على أن موضوع السجائر وموضوع الشيشة هذه من الأشياء التي حرمت يعني، وبالتالي لا بد الإنسان أن ينتبه إلى هذا الجانب. وصحيح هو قد يرى أنه والله السجارة الأولى لا تعمل له شيء، لكن مع الزمن ستحدث له مشكلة كبيرة جدا على المستوى الصحي. وهذه ملاحظة الآن في كثير من الأطباء، أول ما يسألك يقول لك أنت مدخن. معنى ذلك المراكز الصحية كلها، المراكز العالمية الصحية كلها نعم تقر بضرر الدخان. صحيح. فأي دين هذا الذي يحلها إذن؟ أحسنت. وبالتالي أنا سبحان الله قديما يعني أذكر مرة كنا عندنا رياضة صباحية، وشاب يعني شاب وقتها نحن في ريعان شبابنا ونحدث رياضة صباحية، فصاحبنا سبحان الله من أول 20 متر توقف، فإذا بنا نعرف أن الشخص مشكلته هي في أنه كان يسجر، فما استطاع حتى أن يتحرك مع الناس. لماذا؟ لأن الرئتين تأثرت بموضوع الدخان، فتجد سبحان الله الشخص يعني يتأثر في هذا الجانب. وبالتالي هنالك كثير من الواجبات التي تتطلب القوة وتتطلب التماسك الجسماني اللي ينبغي لا يؤثر فيه الإنسان بما يعطل واجباته الشرعية، فإن ذلك مما ينبغي أن الالتفات
إليه. فبالتالي نحن هذا شيخ حسن أيضا ناهيك عن الأمور الأخرى التي يعني تؤكد تحريم ذلك، أذية الآخرين. يعني المدخن أو الذي يشرب السجائر ويأكل ويتعاطى مثلا ما يسمونه بالتنباك، في بعض الجهات يسمونه السفة. نعم السفة. أي نعم. هذا عموما من الأشياء المسرطنة. نعم، أي من الأشياء المسرطنة. المسرطنة من الأشياء التي تسبب غير الروائح الكريهة. صحيح. يعني تنفر منه الزوجة وينفر منه الأبناء. صحيح. أي نعم. فمع هذا كله سبحان الله تجد أن الشخص يستمر على شرب السجائر 30 سنة 40 سنة مع الأسف. فإذا كشفت عليه أو على رئتيه تجدها والعياذ بالله قد اسودت من أثر هذا الدخان. فكيف يكون هذا حلالا؟ أحسنت. كيف يكون؟ أنا أعرف حقيقة حتى لو لم ترد نصوص شرعية واضحة مثل هذا، كيف يكون مثل هذا حلال يعني؟ والشريعة جاءت لحماية الإنسان وجسم الإنسان وصحة الإنسان وسلامته حتى يكون قويا. فعلى كل هذا الجانب فعلا يحتاج إلى التنبيه. يعني في جزئية اللي قبل نحن يمكن ما جاوبنا عليها في موضوع الأب مع علاقته بالأبناء في حال الظهور التناقض بين أمره بالمعروف وما بين الإشكالية التي يقع فيها. فكما تفضلت الأصل أن يكون الإنسان متوافقا مع نفسه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالابن دائما هو ينظر إلى والده كقدوة ولا ينظر إليه كمتناقض. يعني إن كان هذا الأمر خير وجيد ودين وأشياء طيبة ليش ما يلتزم بها؟ فهذه أول إشكالية تربوية في العلاقة بين الأبناء والآباء. الابن الذي يجد والده متناقض تتراجع عنه مسألة القدوة، وهذه إشكالية كبيرة تربويا جدا. لكن على افتراض أنه والله فعلا هذا الشخص مبتلى ولكن لا يريد هذا الابتلاء أن ينتقل إلى أبنائه. فكما تفضلت في نهاية المطاف يحتاج إلى أنه والله أمام أبنائه يجب أن لا يظهر بأي سلوك فعلا يؤدي إلى خلل تربوي. ما دور الزوجة هنا؟ لابد أن تنبه. يعني هنا أنا أقول للزوجة مهم جدا أن تنبه زوجها في أنه والله أي سلوك غير سوي أمام الأبناء يجب أن تكون هي الرقيب. كيف إذا كانت هي مدخنة والعياذ بالله؟ طبعا هنا إشكالية على كل كبير. مع أن هذا الحمد لله في مجتمعنا ليس لا يوجد. لكن أنا أقول الأبوين نادر جدا نعم أن تدخن المرأة الإريترية. نادر جدا. صحيح. هي هنا نقطة الكمال في المرأة. سافرنا إلى مناطق أخرى فوجئنا أن المرأة المسلمة تدخن. فوجئنا صحيح الحقيقة. صحيح نعم. وتتناول الدخان كأنه لا بالعكس الأصل مثلا عندك بعض المجتمعات العربية الشيشة هي في البداية للمرأة أصلا. أي في بعض المجتمعات أنها للمرأة وانتقلت إلى الرجال. المجالس وطول الجلسة والحلقات النسائية كان يعرف بأنه والله تجلس تقرقر. تقرقر النهار كله لكن انتقلت بعد ذلك إلى الرجال يعني. نعم. هذا تقريبا الموضوع طريقة التعامل حتى يكون الأب على الأقل مساهم في تربية أبنائه وفي نقلهم من حالة إلى حالة في هذا الجانب يعني. جميل دكتور حسن. طيب فيما يتعلق بكره المجتمع للإدمان وللمدمنين ما تعليقكم؟ على كل أول ذكرك لموضوع إنه والله المجتمعات تنفر الآن عالميا صارت هذه إشكالية. هذه من فضل الله عالميا يعني صار موضوع المخدرات جريمة. الحمد لله. هذه نعمة بلا شك. لكن سبحان الله دائما أحيانا بعض النعم تكون أيضا في حواشيها تصاحبها بعض الإشكالات. مثلا عندما يجتمع العالم كله على محاربة المخدرات والتضييق على أصحابه وملاحقتهم تتحول إلى تجارة في النهاية مربحة. ومن هذا الجانب تجد أيضا الذين يغامرون في الوصول أو في محاولة إيصال هذا الموضوع إلى الناس أيضا تزداد. ومع يعني ضعف البنية الأخلاقية وضعف البنية الإدارية وضعف التماسك في أجهزة الدولة تمرر هذه الأمور. فيتحول سبحان الله الجريمة نفسها المتفق عليها دوليا ومجرمة داخليا عندما تكون الأجهزة فاسدة تتحول إلى بوابة للربح. إذن العلاج هو غرس التقوى في قلوب الناس. وبالتالي أحسنت. وبالتالي لا نستطيع أن نقول والله هذه الكراهية العامة والملاحقات العامة فعلا ستجدي عن مسألة التحصين الأساسي وهو الوعي، التقوى، النصيحة، المراقبة، الحالة الحوارية الجامعة داخل الأسرة، غرس الوعي بمخاطر هذا الموضوع هو الذي فعلا يمكن. ولذلك هنا المروج والمساعد له من المفسدين في الأرض. أحسنت. يعني هي نفس موضوع الخمرة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال حاملها وصانعها والمحمولة إليه وشاربها نفس الطريقة وعاصرها أن كل هؤلاء يدخلون. فالذين يزرعونها
والذين يحملونها إلى القارات، نعم. والذين يساعدون في تمريرها، نعم. والذين يتحايلون على القانون، نعم. والذين يشكلون قطاعا رسميا. هذه كل هؤلاء والعياذ بالله يدخلون في هذه الجريمة اللي يفترض أصلا المجتمع بكامله يحاربها. وعلينا أيضا أن نشير بأن هي دخلت الآن في سلك الحروب. يعني إذا أرادت الآن بعض الاتجاهات تدمر مجتمعات بعينها تبعث لها المخدرات. هذا للأسف الشديد. يعني بعض المجتمعات التي تسود فيها الآن نزاعات الطائفية، نزاعات الحروب، فيريدوا مثلا تدمير الشباب، يسربون لها موضوع المخدرات. فهذه الإشكالية حقيقة تحتاج إلى تنبيه، وكثير للأسف الشديد الآن من الحروب صار يستغنى عنها بتدمير الشباب. فعندما يخرج هذا الشاب شابا غير فاعل، شاب غير واعي، شاب غير منتج، شاب خارج الشبكة كما يقال أغلب وقته، شاب لا علاقة له بأسرته، لا علاقة له بشكل إيجابي مع مجتمعه، فإن ذلك يكفي. ويتعاطى المخدرات وفي النهاية يترمي في السجون أو يترمي في المستشفيات. نعم. ولا فائدة منه والعياذ بالله. وبهذا يكون قد دمر نفسه ودمر مجتمعه ودمر وطنه. نعم. والعياذ بالله. لذلك كل الذين يعني يروجون هذه المخدرات يدخلون ضمن قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني فعلا تنطبق عليهم هذه الآية لأنهم مفسدون في الحق. بلا شك بلا شك. نعم. الله عز وجل يقول شيخنا الكريم: ولا تفسدوا في الأرض نعم. بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طيب شيخنا الشيخ حسن، إذا كنا نحن نقول فعلا أن قبل أن نستخدم القوة في منع المخدرات نحتاج إلى يعني برنامج التقوى أن يعمل في القلوب. نعم. كيف يكون ذلك يا شيخ حسن؟ نعم. لأن حقيقة أحيانا يكون المسؤول نفسه الضابط في مثلا في مجال الجمركة، هذا الضابط الذي نصبته الدولة في هذا المكان يكون ضعيف الإيمان ضعيف الوازع، هو الذي يمرر هذه المخدرات والعياذ بالله من أجل أن يقبض دريهمات قليلة فيدمر الشعب، ولا يهم دمار الشعب وضلاله وفساده بقدر ما هو يحصل على مثل هذه الأمور. كيف نوجه مثل هذه العينات شيخ حسن؟ صنع. على كل أول هي وازع الإيمان ووازع السلطان يجب أن يعملان معا. وازع الإيمان في أن والله هذا المجتمع علينا أن نعمل فيه حركة الدعوة والتذكير والتعليم ونشر الوعي الديني بشكل واسع، بحيث والله فعلا المجتمع بكامله يحرس هذا الموضوع. يعني لا يمكن مهما بلغت أجهزة الدولة من قوة ومن كذا لا تستطيع فعلا أن تحرس كل المجتمع. وبالتالي هناك كما تفضلت قد يوجد فاسد يمرر، قد يوجد تاجر أيضا فاسد يروج وهكذا. وخصوصا من يريد أن يغنوا سريعا ويتصورون بأن هذا من الأشياء العاجلة التي يغنى بها، ولكنه ينسى سبحان الله عذاب الله وينسى جهنم وينسى الآخرة. هذه إشكالية كبيرة جدا. فعلى كلنا النقطة الأولى هو الوازع الإيماني بتعزيز هذا الموضوع، التذكير بالله سبحانه وتعالى، التذكير بالآخرة، بأن والله هي فترة بسيطة جدا ستعيش فيها ثم تحال ملفك إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ثم هنالك مخاطر يعني مخاطر أحيانا بعض الناس لا يلتفتون إليها، وهو هذا المال الحرام وما يفعله في نفسك وفي أسرتك قد لا يكون مرئي بالنسبة لك. يعني أنت فعلا الآن أخذت المال، لكن سبحان الله هذا المال سيؤثر عليك وعلى بنيتك وعلى أولادك، لأنك أدخلت على أبنائك الحرام. إدخال أولئك أن هذا السحت الذي دخل على أبنائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيما جسد فالنار أولى به. فأنت أدخلت على كل هذا الموضوع الفاسد على أبنائك، ثم ستلاحظ بعد ذلك ينقلب عليك هذا الموضوع والعياذ بالله. يعني مثلا هذا الذي لا يبالي بترويج المخدرات في أبناء الآخرين حتى لو ظن نفسه بأنه هو محروس، فإنه بعد فترة سيلاحظ أن الله قد يجري عليه عقوبة من نفس الكأس الذي سقى منه صحيح الآخر. فربما تشرب زوجته وتتعاطى والعياذ بالله، ودون أن أو ابنه أو صحيح. بنته صحيح. دون أن يشعر، فتدور الدائرة عليه. نعم. هذا جانب. عشان كده سبحان الله لما كان الإمام الشافعي يقول: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من هذا الجانب. يعني كلما كان الإنسان تجنب الحرام وقاه الله سبحانه وتعالى سيئات العمل، لأن عندنا نحن شرور النفس وسيئات العمل. سيئات العمل يقال بأنها عقوبات الذنوب. أحيانا أنت لا تلتفت إنه والله شر العمل في ذاته، ولكن سيئات العمل في عقوباته التي تتابع على الإنسان بعد ذلك. فهذا الجانب اللي هو موضوع الوازع الإيماني. الجانب الثاني هو الوازع السلطاني.
الوازع السلطاني قد يكون سلطان المجتمع، بحيث والله أيضا على المجتمع أن يتابع كل المروجين وكل الفاسدين في مؤسسات الدولة في حركة المجتمع العامة، فيعمل الاحتساب العام في المجتمع، بحيث والله يشعر الشخص الذي يريد أن يجرم في حق المجتمع بأنه والله مش ملاحق بالأجهزة الرسمية فقط، ولكنه أيضا ملاحق بسلطان المجتمع وقوته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجانب الثاني أيضا في موضوع السلطان سلطان الدولة، وهو أن تكون هنالك كذلك قوانين رادعة لمن يتم يعني سواء كان موظف أو كان تاجر أو كان شرطي من الناس اللي يقوم على حراسة المجتمع في هذا الجانب، فكل الذين يتساهلون في أداء واجبهم يجب أن تكون كذلك القوانين رادعة في هذا الموضوع. وكما قال عثمان بن عفان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهؤلاء أحسنتم دكتور حسن. هل الإدمان يعتبر ظاهرة في إريتريا أم هي عابرة؟ على كل هنالك يعني بعض الأشياء قد تكون ظاهرة للأسف الشديد، لأن الدولة والمجتمع لا يقوم بمحاربة. مثلا شرب الخمور أحيانا قد يكون، المخدرات قد تكون قليلة باعتبار الملاحقة وإلى حد كبير في نوع من الضبط الأمني في هذا الجانب، ومسألة لا تتساهل عموما في قضية المخدرات، لكن تجد في نفس الطريقة متساهلة في قضية الخمور مثلا، وهذا تناقض بطبيعة الحال. يعني نفس النتيجة اللي توصلها المخدرات هي نفسها اللي توصلها أيضا الخمور. فهنا طبعا في إشكال. عموما المجتمع لو أنه انتبه إلى هذا الموضوع، فللأسف الشديد بعض الشباب قد يكون وصلوا إلى مرحلة متقدمة أيضا في هذا الجانب. موضوع السجاير قد يكون أيضا داخل في هذا الاتجاه، موضوع التنباك أيضا داخل في هذا الاتجاه. ففي بعض الظواهر تعتبر فعلا الإدمان فيها واضح ومنتشر، لكن كما تفضلت بشكل عام كل هذه الظواهر المجتمع كمجتمع لا يتقبلها، وخصوصا أنا هنا أشير للمجتمع المسلم بالذات. مثلا الآن شارب الخمر في المجتمعات الإسلامية غير متقبل جدا، ولا في إريتريا. أيوة، يقول لك هذا واحد سكران عربيد والعياذ بالله. نعم، هكذا يعني. نعم، فأنا أقول هنالك قضايا تعتبر فعلا حاصل فيها الإدمان، وتحتاج إلى معالجات، وتحتاج إلى وعي، وتحتاج كذلك إلى أن الناس تنتبه، لأنه والله كمجتمع. لكن دكتور حسن باقي يعني يمكن 120 ثانية. نعم. فعلا ما ذكرته من وجود الخمور وما إلى ذلك موجودة، لكن المخدرات التي تدمر الأسرة تدميرا كالهيروين وكوكاوين والبنتاغون وغيره من هذه المخدرات والعياذ بالله، هل هذه فعلا ظاهرة في إريتريا؟ يبدو لي حسب على كل متابعاتي وبعض التقارير التي وقفت عليها لا تشكل ظاهرة. الحمد لله. لا تشكل ظاهرة، قد تكون حالات موجودة، لكن أن نقول ظاهرة كظاهرة حتى الآن الحمد لله يعني المجتمع الإريتري في هذا الاتجاه لم يكن يعني وربما أحد أسباب عدم انتشار هذه الأمور لفقر الشعب. ليس له إمكانيات أن يشتري. لو دخلت طبعا حماه الله سبحانه وتعالى. صحيح. نعم. ولو كان مترفا. هي واحدة من الإشكالات أنه فعلا يكثر هذا النوع بالذات الأشياء الغالية جدا، ما تستطيع المجتمعات اللي تبحث عن لقمة العيش لا تبحث عن هذه المخدرات بطبيعة الحال يعني. الأمر الثاني أيضا هنالك لا تنسى بأن جزء كبير جدا من الشباب الإريتري مثلا مندمج أصلا في الحالة العسكرية العامة اللي هي شاغلة 24 ساعة وقته وجهده، وما عنده مجال أصلا لأن يكون والله هو مثلا ينشغل بهذا النوع من لكن هذا الموضوع موجود في المجتمعات الإريترية التي تعيش خارج. صحيح. الجاليات أوروبا وغيرها. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي شعبنا الإريتري أينما وجد من هذه القاذورات، ويحمي المسلمين جميعا. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع مع الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي والداعية المعروف، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم حيث تابعتم معنا هذه الحلقة. ونشكر ونخص بالشكر الأخ الفاضل والدعالي الذي شاركنا برسالة حول سؤاله. مشاهدي الأكارم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.